لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أبرز قضية وأبرز ملف يمكن بيشغل بال الرأي العام كله ملف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتأكيد على فكرة أن الأهلي طلب تأجيل لقاء القمة، أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة، وأن الأهلي كان ليه طلبات محددة طبقا للقواعد التي حددتها لجنة الأندية أو رابطة الأندية في الخطاب المرسل يوم 9 مارس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب، النهارده وبشكل ضمني نادي الزمالك يعترف بالأحقية في مناقشة اللجنة الأولمبية لشكوى النادي الأهلي. الناس تقول لي إزاي؟ طيب، احنا من دي 1 هنا كنا بنتكلم على فكرة ان الأهلي كان عنده حق في أزمة مباراة القمة، وان التطور اللي حصل في مجريات أحداث هذا اللقاء بالوصول في النهاية إلى ختام الموضوع بشكوى إلى اللجنة الأولمبية. الأهلي كان موقفه واضح جدا من البداية ان القواعد المنظمة لمباراة القمة قواعد غير سليمة، وان في أمور بتثير علامات الاستفهام، وبالتالي حرصا على تطبيق قواعد النزاهة نطلب تأجيل مباراة القمة لحين تعيين طاقم تحكيم أجنبي. وعلى هذا الأساس الأهلي توجه للجنة الأولمبية لما كل الأطراف عملت نفسها مش شايفة. طيب، نروح للجزء الأهم بعد هذه التفاصيل. من وقت الأهلي ما راح للجنة الأولمبية كل الناس اللي ليها غرض وفكر في القضية دي قالت ده تحرك خاطئ، وقالت إن الأهلي لجأ للجهة الغير مختصة، إلى أن أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المهندس ياسر إدريس إن اللجنة الأولمبية ليها حق الاختصاص بهذه القضية، والراجل قال إن القضية نفسها هتتعرض على لجنة اسمها لجنة الهيئات والأندية. وأنا قلت لحضراتكم من أول يوم إن طلب الأهلي هنا مش إعادة المباراة، الأهلي لم يطلب إعادة المباراة، الأهلي لم يطلب إلغاء خصم النقاط. الناس لازم تبقى فاهمة وواعية لتفاصيل القضية بشكل سليم عشان ما توصلش رسائل غلط للناس، ما تشرحش كلام غلط للناس. الأهلي من دي 1 كان بيتكلم على فكرة إن الإجراءات المنظمة للمباراة غير سليمة. النهارده دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علق على القضية وشرح التفاصيل بالظبط والاتصالات الهاتفية اللي تمت مع كل الأطراف المعنية. النهارده دكتور أشرف صبحي ذكر جملة برضه عايز أكد عليها إن الجملة دي مش حقيقية ومش صحيحة. الأهلي لم ينسحب، وما ينفعش نضع سياق الكلام ونعمل مقارنة بين واقعة نادي الزمالك الموسم الماضي بهذه الواقعة الموسم الحالي. فرق شاسع جدا يا معالي الوزير بين الواقعتين. الواقعة الأولى أو القضية الأولى نادي الزمالك في خطاب رسمي انسحب من المشاركة في مباراة القمة. المرة دي مفيش انسحاب ومفيش لفظ انسحاب ومفيش لفظ اعتذار، في قواعد ولوائح محددة